مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. غبت عنكم كتير وسامحوني جدا جدا جدا، كان عندي دروسي قايمة بشكل فظيع. وبشكر كل أحبابنا اللي سألوا عليا من كل الدول العربية بدون مبالغة. كل الدول العربية بعتوا لي رسائل على الخاص بيسألوا على الفيديوهات بتاعنا احنا وقفنا ليه. بس والله كانت دروسي قايمة عليا وكنتش قادر اتحرك تماما تماما تماما. ورجعنا لكم تاني وكالعادة فيديو من العيار التقيل، وهنتكلم النهاردة عن نبات من صنع البشر. ايوه فعلا زي ما بقول لكم كده ان مفيش حاجة ربنا خلقها في الطبيعة اسمها نبات بيركن. النبات ده مصنع، نبات حلو جدا وطريقة رعايته سهلة قوي قوي قوي. بس مع الاسف ناس كتيرة قوي 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 اخذت النبات دوت وموتته. عشان كده النهاردة هنتكلم عن واحد ازاي نشتري البركن، اتنين طريقة رعايته وطريقة اكساره. بس قبل ما نبدأ، اللي ما اشتركش في القناة ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان معلوماتنا توصل لكل حتة في العالم. معاكم وسام صقر من قناة مشتل الصوبة، خليكم معانا. زي ما قلنا في المقدمة ان نبات البركن هو من صنع البشر. هو المفروض ان هو من عيلة الفيلودندرون. الاصل بتاعه هو نبات اسمه ريد كونجو. الريد كونجو دوت هو نبات بيشبه خالص كتير، شبه جدا الامبيريال ريد. وهم بيتعمل ايه باللي بيحصل ايه، ان بياخدوا الخلية بتاعت الريد كونجو ويحقنوا فيه مادة تخلي النبات يطلع اوراقه اصغر، وفي نفس الوقت فيها البرقشة اللي هي دي الخطوط البيضاء زي كده. ده اوضح شوية. وعلشان كده بعض الناس اللي اشتروا البركن بدأت تظهر عندهم الأوراق بالشكل دوت. النبات بدأ يرد الأصل، وده علشان دخل مصر البركن دوت من مصدرين، مصدر الصين ومصدر هولندا. طبعا اللي جاي من الصين كان نسبة الحقن فيه وحشة جدا جدا جدا، وبالتالي النبات بدأ يرد الأصل بالشكل ده، وهيبدأ يشتغل وهيبدأ يطلع ورق وبالشكل دوت هيتحول تماما للون البني. اما النباتات اللي جايه من هولندا واتربت هنا في مصر بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الحجم والكثافه، شجر ما غيرش وما قلبش وما ردش لاصله. وده هيرجعني لنقطه مهمه جدا، ازاي اشتري الفيلودندرون البركن ويفضل معايا بيركن بالشكل دوت وما يقلبش وما يغيرش باي شكل كان. تمام. اللي انا هقوله دلوقتي ده يا جماعه مهم جدا جدا جدا، ازاي تختار البركن. انا عندنا نوعيتين، انا جايب لكم نوع تاني، ده البركن الصيني وده البركن الهولندي. تعال نشوف ونقول المقارنه ما بين الاثنين. نبات البركن بطبعه هو نبات لحمي الورقه، يعني الورقه بتاعته تخينه فيها ميه كتير. ده الهولندي زي ما انتم شايفين كده، طبعا للاسف مش هتبان في الصوره، بس لو حضرتك مسكت البركن هتعرف تفرق ان هو نبات فيه ميه فيه عصاره كويس، ولا نبات مش ما فيهوش عصاره. لو بصينا على الصيني هتلاقيه فاضي تقريبا من جوه، ما فيهوش اي عصاره، نبات ممصوص تماما اهو. هو ده الصيني اللي بيرد بسرعه. الحاجه التانيه والمهمه جدا في نبات البركن ان انت وانت بتشتري البركن ما تاخدش الحجم الصغير. الحجم الصغير دوت هو نبات صيني مع نسبه النمو عنده ضعيفه قوي 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 قوي. انما الكبير دوت هو نبات هولندي كبر بسرعه وما غيرش، زي ما انتم شايفين كده الورق بتاعه بالكامل ما فيهوش اي نوع من انواع التغير او ان هو يرد الاصل اللي هو الريد كونجو. لما تيجي تشتروا البركن اشتروا النبات شجره بالمنظر دوت، وانتوا بعون الله تتهنوا بيه مده طويله جدا 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 بدون ما يقلب ويرد الاصل. يلا بينا بقى نتكلم على طريقه رعايه
الفيلودندرون البيركن. وعلى فكره من النباتات السهله جدا 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 جدا، بس مع الاسف الناس اللي اشترت من البيركن الصيني للاسف سوقت سمعه النبات دوت. هو نبات حلو وسهل جدا، بس ارجوك 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 بلاش تسترخص فيه. كويس، هو النبات ده اغلى شويتين من الصيني. ممكن واحد يحط لك نباتين ثلاثه جنب بعض من الصيني ويبيعه لك على انه هولندي. لا، انت لازم تاخد بالك كويس قوي وانت بتشتري ان يكون النبات نفسه الساق بتاعته تخينه. مش عارف هيتبان كده ولا لا، بس هي بص الساق عامله ازاي، شجره. البركن هو نبات داخلي متسامح مع اي اضاءه انت ممكن تحطه فيها. بمعنى ايه؟ ان انت لو عندك اضاءه عاليه النبات هيبقى ابيض بالشكل ده، انما لو عندك الاضاءه منخفضه هيشتغل معاك برضو، هيبقى قمر ومفيش اي مشكله، بس هيبقى الوانه هتبقى خفيفه شويه، هيبقى مخضر اكتر. وعلى فكره ده بيدينا ميزه جامده. في ناس تقول لك ان اللون الابيض دوت انا ده لون زاعي، انا مش بحبه، يعني انا مش بحب الالوان اللي هي الفاقعه دي قوي او بتاع. واخد بالك؟ فحضرتك هتاخد النبات هتحطه في اضاءه منخفضه هيعمل لك الالوان دي. وهو بصراحه كده هو سواء في اضاءه منخفضه قمر، سواء في اضاءه عاليه فهو قمرين. البركن من النباتات اللي مش بتحب الميه خالص. تعالى اوريكم ليه. بصوا كده، هنشيل ورقه من تحت، ورقه هي كده، في ورقه كده كده مصفره شويه فهنشيلها. بصوا معايا، اولا احنا قلنا ان النبات البركن ورقته لحميه، فهو لو عطش هيبقى مصلحه، فهو هيمتص الورقه، هيمتص الميه من الورق نفسه. ادي اول حاجه. حاجه تانية ان الساق بتاعته نفسها هي عباره عن بالبلدي كده نقدر نقول انها خراطيم ميه. انا مش عارف هتبان ولا لا. بص انا بعمل كده، شايفين الميه؟ انا بعصر اهو، شايفين الميه اهي. فالنبات الساق بتاعته او الورقه بتاعته فيها مليانه ميه، عشان كده هو نبات مش بيحب الميه مطلقا. لازم لما نيجي نروي لازم ننشف التربه على الاخر على الاخر على الاخر، نسيبه يعطش شويه وبعد كده نروي وتبقى ريه مشبعه. طيب، وهو برضو مش بيحب الرش الورقي باغراق. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نرش، هو طبعا محب للرطوبه بس هو مش بيحب لما نيجي نرش ميه يبقى نغرق الدنيا عليه. ده بيؤدي الى عفن في الاوراق السفليه، ويبدا الورق يسقط واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده. كويس. ده برضو لنفس السبب، ان هو نبات اساسا فيه ميه كتير وهو بيحتفظ بالميه مده طويله. طيب احنا لما نيجي نرش على النبات، اولا هنرش على فترات متباعده. تاني حاجه هنرش برذاذ خفيف جدا 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 عشان نوفر له الرطوبه اللي هو عايزها. ببخاخه بتطلع رذاذ رفيع جدا جدا جدا. البركن من النباتات اللي بتحب التغذيه الكويسه. بعيد تاني في كل فيديوهاتي التغذيه الكويسه. بنسمد بام بي كي متوازن مره كل 10 ايام رش ورقي. بس برضو شوف بكرر كلامي تاني، لازم يكون نوع محترم. فكوكو من العشرينات اللي موجود اللي هو كيلو ب 30 جنيه، ده نص كيلو ب 30 جنيه و40 جنيه والكلام الفاضي ده كله، ده ما ينفعش. نباتاتنا الداخليه مش رخيصه، فبالتالي لازم ان احنا نهتم بيها، نهتم بتسميد محترم. نيجي بقى للنقطه اللي كل الناس مستنياها، هي طريقه اكسار الفيلودندرون البركن. نبات البركن بيتم اكساره بطريقتين، اما بفصل الخلفات الجانبيه زي ما انتم شايفين كده. هنا النبات مخلف في خلفتين اهو، فممكن نفصل النبات دوت عن النبات دوت يبقى عندك نباتين. ادي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا ممكن نقص، بيشتغل برضه بالعقله وهو سهل جدا. على فكره هو زيه زي اي فصيله من انواع الفيلودندرون، بتطلع جذور هوائيه، عنده جذور هوائيه، فبالتالي ان هو بيبقى نبات سهل جدا في اكساره. احنا لو اخدنا عقله من هنا مثلا كويس قصيناها
فيها جدر او اتنين من الهوائيه، وغرزناهم في تربه، قعدناهم في مكان ضلمه شويه صغيرين، يمكن اسبوعين ولا حاجه. النبات ده هيكبر وهيشتغل وهيبقى مفيش اي مشكله منه. وبكده نكون قلنا كل حاجه عن نبات الفيلودندرون البيركن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشير الفيديو عشان معلوماتنا توصل لكل حته في العالم. واي استفسار اكتبوا لنا في الكومنتات تحت وبعون الله هنرد عليها. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.